السلام عليكم. مجزرة العيد واللي حصلت في اسكندرية وتحديدا في منطقة بشاير الخير. كلام بيقول إن في شاب قتل أمه والخمسة من إخواته أو أربعة من إخواته، والسبب السبب لحد دلوقتي غير معروف. في كلام إن بيقولوا إن الشاب ده اتفق مع أمه على الموضوع ده، لأن أمه كانت متجوزة واحد في دولة عربية ومخلفة منه، يعني الخمس أطفال دول أو الخمس شباب اللي منهم الشاب اللي عمره 20 سنة. وبيقول إن هي الست نزلت مصر لأن جالها الكانسر أو جالها سرطان، فنزلت يعني تتعالج في مصر. فطبعا انتوا عارفين الايه، السرطان لازم علاج كيماوي والكلام ده ومصاريف. فجوزها بعت لها ورقة بيقول لها إن هو طلقها ومش هيقدر يكمل حياته معاها. فبيقول إن الست يعني الدنيا اسودت، وإزاي هنقدر نعيش انا وخمس شباب بالمنظر ده بعد ما عشنا طبعا العمر كله بره، وان مفيش مستقبل كده. فيقال يعني او الكلام بيقول ان الام اتفقت مع ابنها الكبير اللي هو عنده 20 سنة ان هو يخلص على اخواته الاربعة، وبعد كده يخلص على امه، وفي النهاية ينتحر. طيب، واتقال كمان ان الشاب فعلا عمل الموضوع ده وخلص على اخواته كلهم البنات والصبيان، وبعد كده خلص على امه، وبعدين حاول يطلع فوق علشان ينتحر من العماره تقريبا من الدور ال 13. انا ما اعرفش موضوع 13 في بشاير الخير دي، متهيألي هي اخرها 5 او 6 ادوار. المهم ان هو طلع علشان ينتحر، ولكن الاهالي خدوا بالهم منه فايه مسكوه قبل ما ينتحر وسلموه للشرطه اللي حققت معاه. احنا طبعا لسه ما نعرفش ايه اللي حصل بالظبط، لسه تحقيقات النيابه شغاله، لسه الحقيقة كاملة ما ظهرتش. ولكن احنا عايزين نسأل سؤال: ايه اللي موصل الناس للسواد ده؟ ايه اللي موصل الناس ان هم شايفين كل حاجة سودة لدرجة ان هم بينهوا حياتهم او بينهوا حياة الناس اللي عايشة معاهم؟ ايه اللي يخلي الناس اسهل حاجة تفكر فيها دلوقتي القتل او الانتحار؟ ليه الناس ما بقتش بتدور على مستقبل؟ هل المستقبل بقى اسود فعلا؟ هل احنا ما بقاش عندنا دين فما عندناش يعني حسن توكل على الله؟ في اي ازمه بتجيلنا اسهل حاجه نروح ننتحر ونقتل نفسينا او نقتل بعضينا. يعني واحد مثلا يخلص على بناته او ولاده، واحده مش عارفه تبيع عيالها، ادي شاب اهو قتل امه واخواته. في ايه؟ في ايه يعني؟ الموضوع مش قصه بقى شاب قتل، وهو هل هو قتل عشان بيشرب مخدرات؟ هل هو قتل فعلا عشان كان متفق مع امه؟ لا، الموضوع اخطر من كده. الموضوع دلوقتي ان ايه؟ ان احنا غاب عندنا الوعي، ان احنا بقى اسهل حاجة عندنا نموت بعض او نموت نفسينا. فالموضوع محتاج وقفة، محتاج وقفة من يعني رجالة الدين، كسواء دين مسلم او دين مسيحي، ان هم يبقى لهم وقفة ويبقى لهم كلمة ان الناس ترجع تاني لحسن التوكل على الله، وان هي ما تستسهلش ان هي تقتل نفسها. وفي نفس الوقت يحاولوا يسعوا ان هم يعملوا حياة احسن ليهم، وان هم يفكروا ان مهما حصل مش دي نهاية الدنيا، واكيد في حاجات افضل تقدر تعملها. وقبل ده كله اتكل على ربنا بجد، اتكل على ربنا صح، ماشي، خد بالاسباب بجد. لما تلاقي الدنيا ضاقت عليك خد بالاسباب وتوكل على الله سبحانه وتعالى بجد، وادعيه بجد مع الاخذ بالاسباب، وما يبقاش اسهل حاجه عندك انك انت تنهي حياتك. مش هقدر اقول غير ربنا يرحم اللي مات، وربنا يلطف بالحي، وربنا ينجينا ويبعد عننا كل اذى وكل شر. اشوفكم على خير، سلام.